أنا مخطوبة بقى لي سنة بالضبط، وكتبت كتابي في العيد اللي فات. دلوقتي ماما كل ما أطلب منها أي حاجة لأ، ما توجعيش دماغي، أنتِ خلاص بقيتِ مسؤولة من جوزِك، روحي قولي له حاجات شخصية إزاي يعني؟ راحت بتقول لها لأ، هو المفروض أصلًا كل أسبوع يكون ليكِ مصاريف، كل ما بييجي عندنا ييجي يديكِ المصروف بتاعه. فالبنت سكتت وقالت لها يعني يا ماما أطلب منه إزاي حاجات شخصية؟ يعني أنا عايزة منه حاجات شخصية ليّا، أروح أقول له إزاي حاجة زي كده؟ باين عليه بخيل وهو عارف الكلام ده، هو عارف إن المفروض كتب أول كتابِك وبقيتِ مسؤولة منه يديكِ مصروف. لأ، هو الصراحة مش بخيل عليّا خالص، يعني في أي مناسبة أو أي حاجة ما بيتأخرش، بيجيب لي في هدايا ويجيب لي بيديني عيدية وبيديني كل حاجة. باقول لماما يا ماما طب ما هو ما بيتأخرش بيجيب لي كل حاجة. طب ما تبُصّي بنت خالتِك فلانة بيجيب لها إيه، بُصّي بنت خالتِك كذا كان جايب لها إيه. هو أصلًا باين عليه أصلًا جوزِك ده بخيل جدًا. طبعًا البنت بتقول أنا مش عارفة بحكم إن أنا عندي 22 سنة، فماما بتقول لي الكلام ده أنا مستغرباه. أنا سألت صحابي وهُم بيقولوا لي ما فيش يا بنتي الكلام ده، أنتِ بيديكِ مصروفِك لإن هو بيبقى مسؤول عنِّك. فأنا مش عارفة الصراحة هل اللي ماما بتقوله ده صح والّا إيه؟ فأنا بعتّ لحضرتك على اللينك الصراحة ده عشان خاطر حضرتك تقول لي المفروض إن أنا أتصرّف إزاي. فأتمنى من كل الناس اللي عندك تساعدني. في البداية نصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعًا اللي مامتِك بتقوله ده أكيد مش صح، يعني ما فيش حد بيعمل كده إلا لمّا تكوني أنتِ في بيته، شقته أنتِ ملزمة منه بقى، تطلبي منه أي حاجة وهو يديكِ مصاريفه واللي أنتِ تعوزيه. طول ما أنتِ موجودة عند بيت أهلِك هو مش ملزم تمامًا. وأكيد الناس لو في حاجة زي دي تقول لي في الكومنتات، يمكن أنا في كلام جديد أنا نزل وأنا ما أعرفوش.